دمياط، يابان مصر، البلد اللي معظم أهلها تربوا على تصنيع الأساس في كل مكان. هتلاقي تحت كل بيت ورشة ومصنع وعمال بتعمل الصعب وأحياناً المستحيل بكل حب وتفاني مش ممكن تشوفه في أي مكان تاني. اللي الناس بتشوفه صعب انا بحب اعمله، واسعد لحظه بالنسبه لي لما بطلع بمستوى شغل يشرفني ويشرف بلدي. اللي بيتعامل معانا مبقاش متخيل شغله هيبقى عامل ازاي لما بيخلص، فبتبقى حاجه حلوه لما نفاجئه بمستوى ما كانش متخيل. واحنا الحمد لله دلوقتي شغلنا في اغلب محافظات مصر، في زايد وفي اكتوبر وفي الشروق وفي قنا الجديده بفضل الله، من الدلتا للصعيد وفي اغلب الدول العربيه كمان. كل منطقة متخصصة في صناعة نوع معين من الأساس. أنا عمرو شولح من الخياطة، شغال في مهنة الموبيليا بقالي 35 سنة. يعتبر البلد كلها بتشتغل في شغل القيمات النيو كلاسيك والاستيلات، واحنا بنشتغل ما بنعملش موبيليا، احنا بنعمل قطع أثرية. بلدنا شغلها متواجد في كل مكان في العالم، وبيتصدر يومياً لدول أوروبا والخليج، وبصادرات تتخطى 360 مليون دولار سنوياً. 我来杜米亚特应该有7、8年了，7、8年在那个也有很多客户跟我合作，但是原先我一来的杜姆亚特的这边的家具是手工比较多，纯手工，但是它这边的现在的也可能是市场需求不一样了，也有很多简凹的，但是这边做的家具基本上是针对欧洲法式家具比较多，这种家具保持着原来的最淳朴的雕刻方法，这种还是值得我们中国的客户的比较认可。 النجارة دي مهنة احنا وارثينها أبا عن جدا، يعني أنا من يوم ما نشأت في الحياة كان والدي نجار. دمياط كلها كانت المهنة الأساسية ومش مهنة وبس، هي بعتبرها مهنة وهواية اللي هي النجارة. فمن يوم ما نشأنا في الدنيا وأنا شايف دمياط ما تعرفش غير النجارة، ومفيش يعني حد يفوق الدمياطي في صناعة الأساس. واسمه الأساس ليه؟ لأنه هو أساس كل حاجة. أنت ممكن تستغنى عن الذهب عشان تجيب الأساس، وده بيحصل في حياتنا. يعني ممكن العريس والعروسة يتخلوا عن الذهب وبيبيعوه عشان يكملوا ويجيبوا الأساس بتاع بيتهم. إذا هي أهم من الذهب. المهنة اللي في إيدنا دي والله أحسن من الذهب. كل ده بيخلي دمياط تتربع على عرش الأساس في مصر والشرق الأوسط. دمياط شجعتنا إننا نكمل ونطور ونحسن.